عيد سعيد عليكم، وكل عام وانتم بألف خير، والله يتقبل طاعاتكم ويحقق أمنياتكم إن شاء الله. حبيت أشارككم يومي يوم العيد، قلت لازم أصور شكو خطوة أخطيها. تمام. إحنا عاداتنا أول يوم العيد نسوي رز بحليب. تمام. إحنا عاداتنا كلها، إحنا عائلتنا اللي أعرفها تسوي رز بحليب وعليه زبد. هاي صباحية العيد. اكو ناس تسوي صباحية العيد كباب يعني تجيب، او اكو ناس تسوي قيمر وكاهي، واكو ناس تسوي طبعا البصرة تسوي مصموطة. بنفسي اجربها يوم، ما اعرف، كلش اشوف انها تشهي بس ما مجربتها الصراحة، ما ضايقتها. خليت شوية مكياج وخلي لبسيت، طبعا لبست هاي ابوي جاب لي اياها، كل احنا جابلنا العنده والمتزوجة جابلها. قلت يوم العيد لازم البسها. لبست همين وخليت شوية مكياج، شغلت الشموع، عطرت البيت. قلت لازم أشاركهم الأجواء مالت العيد. طبعا إحنا عائلتنا يقعدون الصبح يصلون صلاتهم اللي بالبيت. تمام. من بعدها يتريقون ويروحون للجامع يصلون صلاة الجامع، حد يستغنى عنها، إحنا صلاة الجامع يروحون صلاة الجماعة. من بعدها يرجعون، اللي ينعزيم واللي يرجع يكمل نومته. طبعا أكو عنده كسالة رجعوا للبيت كملوا نومتهم، تريقوا صلوا وبعدهم ينحسون، رجعوا وكملوا كل من لف راسه ونام. بقيت بس أنا لوحدي، يعني باقي الجماعة انعزموا. تمام. فقلت خلي أصور للبنات الشغلات اللي أسويها يوم العيد. طبعا يوم العيد ما حد مستحيل أكو وحدة تسوي روتينات يوم العيد. تمام. يعني حتى يوم العيد نسوي روتين مستحيل. بالنسبة لنا إحنا، أنا الصراحة من الناس وحتى أخواتي نفسيتي، يوم العيد ما نروح أبدا، لا منا ولا منا، يعني ما نروح بس لأهلنا من يرجعون من الزيارة، لأن أهلي أنا عاداتهم دائما يروحون للزيارة. يعيدون هناك أول شي بكربلاء أو بالنجف، وبعدين يجون للبيت، فننتظرهم من يرجعون للبيت نروح إحنا نعايدهم. ولا رحنا ما يعني ما نبقى هواية، إن الصبح للعصرية طبعا بإرادتنا، هاي ما حد قايل لنا. إحنا يعني تحسين البيت راحتك الصراحة، يعني تمشين أهز نفس الخطة، يعني تحسين أنتي بيدك راحتك. تمام. إيش ما يكون الأهل يعني وحنيتهم، وإنه هذاك المكان هو المكان الراحة النفسية والشي، بس يبقى بيتك هو الراحة إلك. تمام. فإحنا هيك شعورنا الصراحة، نروح من الصبح للعصر ونرجع، ومرات نروح بالليل ونرجع ثاني يوم الظهرية، يعني ورا الغدا نرجع. هاي سويناها مرة واحدة، يعني رحنا بالليل وبقينا لثاني يوم ورا الغدا رجعنا للبيت. هاي تقريبا سويناها صار لنا تقريبا سنتين. أما هاي يعني هاي أيامنا لا، نروح من الصبح للعصرية، لأن إحنا دائما عندهم شو وقت ما نريد نروح نتونس ونشوفهم ونرجع، فما يحتاج إن نبات ونبقى. تمام. وهنا عندي نفرات رجعوا من الصلاة، طبعا هم رجعوا لفوا رؤوسهم وناموا وكملوا النوم، ما أعرف شلون قدروا يروحوا، قعدوا وتريقوا وراحوا صلوا. تمام. وبعدين رجعوا وناموا، وأي ما حطوا رؤوسهم ناموا، مع العلم نايمين حتى بالليل. أنا لو بيدي، لو ما هم موجودين تدري إيش أسوي؟ ألف راسي وأنام، ومن أجوع أطق لي بيضة. لو أسلكها أخاف عطاوة همينة ما أغسلها، يعني لهيك مستوى واصلة. الموضوع لا يبقى علي لهيك مستوى أوصل. قلت لازم أسوي شغلات بسيطة وما توسخ وسريعة، وماكو أسهل من هيك طبخة. خضروات، دجاجة أنا متبلتها بس ملح وليمون، لأن هم يحبون هيجي يعني نوع من الأكل، يحبون الملح والليمون كلش، الموالح والحوامض. ونقعت لي قلاص ونص تمة، وحمست شعرية وضفته، وخليته على النار، ودخلت الخضروات للفرن. وهاي هي، يعني أسهل من هيك ماكو. طبعا حميسة الخضروات أنا كثريتها، لأنه مني كنت خاف واحد يجي جوعان أو يستحون بالعزيمة ياكلون. وقلت خلي أزودها شوي وأوفنها، حتى شو وقت ما يردون بس أدخلها الفرن تحملهم. وهنا حضرت شوية تمن شعرية، على مثل ما قلت لكم شوية شو اسمه خضروات بالدجاج، وهنا أنا شوية شو اسمه برتقال. حضرت ويا شو اسمه هذا طرشي. طبعا سلطة عاجزت أثرم، تخيلوا. تعاجزت من الأخيار أثرمه، بيناتنا الحكي مو تقولون. ونظفت المطبخ على السريع، لأنه ما وسخته هواية دوم يعني أبدا، يعني بقى على نظافته، بس هناك شوية طباخ لمحته.
والفرن همين شوي لمحته لأن أنا إيدي بيه حتى ما يتوسخ ويرجع على قلبي. ورحت سويت شوية شاي، شوية شاي شنو، سويت لقورة شاي، قلت همين من يجون بس أحميلهم إياه تمام. لين أنا أعرف طبعهم من يروحون للناس ما ياكلون ذاك الأكل مثل ما موجودين ببيتهم. وهنا الجو عندنا صدق مغبر، يعني غبار، تراب لونه أصفر وغيوم. بس ما توقعتها تمطر، اللهم صل على محمد، لبين ما شوية يعني لمحت طباخ وشي لقيتها تمطر. طبعا مطرت حالوب ثلج، بس شوية تكاثر عليه المطر وراح ذاب. حبيت أصور لكم إياه. وهنا سويت شاي خضار وخليت عليه نسكافيه كلش طيب يطلع. ورحت الدور شوية أستمتع. حبيت أشارككم هاي الروتين يوم العيد، هو صح صغيرون وبسيط بس حبيت أعايدكم بيه. الله وكيل، يعني سويته حجة على مود أعايدكم هذا الفيديو. مع ألف سلامة يا أحلى ناس.